وليد الفراج يسخر من جماهير الزمالك قبل مواجهة كأس مصر مع الأهلي. شاهد ماذا قال. ولكن في البداية صل على سيدنا محمد، ولا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد أو حصري. علق الإعلامي السعودي وليد الفراج وأدلى بتصريحات صحفية خاصة نقلتها الإذاعة السعودية منذ قليل، فاجأ بها الجميع قبل انطلاق مباراة نهائي كأس مصر في السعودية بين الأهلي والزمالك. قال الفراج: أنا شايف إن بعض جماهير الزمالك بيقولوا على الفيسبوك إنهم هيكسبوا الأهلي وبنتيجة كبيرة كمان. أنا مش فاهم الثقة دي جابوها منين. ده أنا أكتر واحد اتعلمت الأدب من الأهلي المصري. يا جماعة بلاش حد يتحدى الأهلي المصري. الأهلي المصري غضب وحش. المارد الأحمر لو غضب سيناريو 6-1 وال5-3 هيرجع من تاني. وبعدين انت بتتحدى الأهلي بمين يا عم الزملكاوي يا غلبان؟ رايح تتحدى الأهلي بعبد الله السعيد وشيكابالا؟ اللعيبة دي خلاص شطبت كورة زي ما بيقولوا اخواتنا المصريين، مع كامل احترامي ليهم طبعا، بس لازم تخليك واقعي شوية. الأهلي فيه عتاولة يا عمي. هتروح فين من إمام عاشور والشحات وبيرستاو وكهربا؟ دول رزعوا الاتحاد 3 في قلب المملكة العربية السعودية في كأس العالم للأندية. والله أنا بحترم جدا الزملكاوية العاقلين اللي شبه حالاتي، اللي دايما يقولوا ربنا يستر علينا من طوفان الأهلي. الأهلي غضبه وحش. هذا ما قاله وليد الفراج عبر الإذاعة السعودية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.